الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في هذه القناة التي نتناول فيها آية من آيات كتاب الله عز وجل، نعيش مع معانيها ونتأمل في آياتها ونتفكر في ألفاظها ونسبح في بحار مراميها ونستخلص منها الدروس والعبر وما نستفيد من هذه الآية لكي نطبق أحكامها ونحولها إلى سلوك وعقيدة. يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هل ظننتم أو هل اعتقدتم أنكم ستدخلون الجنة بهذه السهولة؟ إنها رحلة طويلة، إنها رحلة محفوفة بالمخاطر، لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار ولا بد من الصهر والتمحيص حتى يتبين المؤمن الصادق من غير الصادق. إنها سنة الله في خلقه من يوم خلق الله الأرض ومن عليها، الاختبار ولا بد من الابتلاء ولا بد من الصهر والتمحيص. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وكأن الواحد يسأل يقول: يا رب، ماذا حدث الأمم التي قبلنا؟ قال سبحانه: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لقد مستهم البأساء، مسهم الفقر المدقع، والضراء وهو تعرضوا للأمراض في أجسادهم ومع ذلك صبروا وزلزلوا. قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي خوفوا وهددوا بكل أنواع التهديد والتخويف. هددوا بالقتل وهددوا بالسجن وهددوا بالنفي والقتل وأخذ أموالهم، ولكنهم مع ذلك صبروا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ومعهم الأنبياء ومعهم الرسل. ولكن من هول الفاجعة ومن كثر الابتلاء والامتحان حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فإنهم لقد استموا موقنين بأن النصر سوف يأتيهم من الله. ومع ذلك، مع اشتداد الكرب ومع اشتداد الابتلاء والامتحان، يقول الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وهنا تتدخل القدرة الإلهية وينزل نصر الله وتتفرج عنهم الكربات. هذا نستفيد من هذه الآيات أن دخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. اثنين، أن الابتلاء والامتحان يميز المؤمن الصادق من المؤمن غير الصادق. ثلاثة، أن فرج الله ونصره يأتي بعد الكرب وبعد الضيق. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لمن شاهد هذا المقطع أن يبارك له في أهله وماله وولده، وأسأل الله أن يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وأن يوسع لكم في أرزاقكم، وأن يقضي عنكم ديونكم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا